السلام عليكم. نتكلموا على موضوع السلالة المباركة. يعني الإنسان كيف يعرف نفسه أنه من هذه السلالة المباركة. وكما قلت لكم من قبل أنه الزهرية هي مجموعة من أسحار، والزهرية والزهرية هو اسم اخترعه اليهود والسحرة. الاسم اخترعه اليهود والسحرة. كاين اللي يقولوا لي الراقي الفلاني يكشف والراقي الفلاني يعرف أخي العزيز، الراقي اللي يكشف نقولو زد يقوي النور والبصيرة تاعو يكشف مليح، ويقوي روحه ويكشف مليح، يشوف شكون اللي اخترع الاسم هذا. هذا لكان هذا الراقي هذا يكشف مليح ويشوف مليح، عنده بصيرة قوية، راه يشوف وراه يعرف شكون. أما إذا كانت البصيرة تاعو ضعيفة ومازال ضعيف ما راه يشوف والو. السلالة هم أشخاص مباركين، يعني من سلالة الأنبياء والرسل، من السلالة الربانية، سلالة الأنبياء والرسل. كيف تعرف نفسك من السلالة المباركة؟ أول حاجة هي من الأحلام. الإنسان من الأحلام تاعو يعرف هل هو حقيقة من السلالة أم لا. الأحلام الدليل القاطع على ذلك. أول شيء الأحلام تاعو تكون أغلبها حقيقية. ثاني شيء يحلم أحلام بالأنبياء والرسل، ماشي شرط يكون حلم بالأنبياء والرسل، يعني أغلبهم يكونوا يحلموا بالأنبياء والرسل. ثالث شيء يكون يحلم بالأنوار، يعني يحلم بالنور، ولا يكون شاف المشكاة ولا شاف النور أو شاف من أشياء مذكورة في القرآن، أو شاف حتى صور قرآنية، أو شاف أشخاص في المنام يعطوه صور قرآنية وآيات قرآنية. أيضا يكون الشخص يحلم بالتنانين، يعني حلمت بالتنانين فأنت 100% من السلالة المباركة، لأنه التنانين يستعملون في الأسحار الكبار فقط، لا يستعملون للإنسان العادي. أيضا أكبر حلم هو أنك تحلم بالبحار، تحلم بنفسك أمام البحر، تحلم بنفسك تعوم في البحر. وهذه الأحلام تاع البحر والأحلام اللي ذكرتها لكم راه كامل عندها تفسيرات، لأنها من الشيطان، وراه كامل عندها تفسيرات وعلم كبير جدا. هذول الأحلام المنتشرة. كذلك حلم النجوم والكواكب، يعني إنسان يحلم بروحه في الفضاء يسبح ويتنقل في الفضاء ويتنقل في الأمور هذه. تعرف أنه عنده الأسحار الفضائية الكبيرة، يعني التي لا تعمل لأي شخص، يعني يعملوها فقط أصحاب السلالة هذه لأنها أسحار قوية. أيضا هناك من يقول خطوط في اليدين، خطوط في الرجلين، هذه ليس لها من صحة وليس لها من وجود. كذلك يوجد من عندهم علامات في الجسد، يعني مثل الحروق أو الوشم في الجسد. حروق ووشم قلت، ليست خطوط، حروق ووشم ورسومات في الجسد. الرسومات هذه يعملوها لهم الشياطين الأبالسة عندما يكونون في الصغر. ما يزيد الطفل الصغير يضربوه بوشمة في الجسد تاعو، يعملوا له وشمة في الجسد تاعو باش يماركيوه. وكذلك هي تعمل بسحر يهودي، طلب من السحرة الكبار والأبالسة باش يماركيو
ذلك الشخص ويصبح معروف. ويوجد أيضا كثير من العلامات والإشارات. كذلك الإنسان لأن اللي يشوف الأشياء في عينيه، يعني عندما يقرأ القرآن ويقرأ آية النور ويكررها يرى أضواء في عينيه، يرى أشياء في عينيه. هذا الإنسان مبارك، إنسان من السلالة وعنده بصيرة وعنده أنوار. أيضا تجد كامل الأسحار عليه. هذه من الإشارات الكبيرة المعروفة. موضوع آخر تاني حبيت نناقشه، بعض الأشخاص يجيبوا معلومات من عند رقات ويجيبوها لي أنا. يعني يا جماعة من الأحسن ما تجيبوليش المعلومات على الرقات وش يقولوا لكم رقات، لأني لا أسمع كلام أي راقي ولا أسمع فيديوهاتهم ولا أدخل حتى إليها. يعني وش نتعلم أنا نجيبه لكم. صاحبي وش باه نسمع وش يقولوا هم ولا وش قال فلان الراقي الفلاني وش وصل للراقي الفلاني وش عرف، وتجي تقول لي أنت الراقي يدعك وقال هيك وقال هيك وقال هيك. هذه أنا ما نقبلهاش. كل واحد عنده العلم تاعو وكل واحد عنده المجال تاعو، وما نحبش ندخل في النقاشات مع الرقاة وش قالوا وش ما قالوش. المهم كل واحد يخدم، كل واحد ربي يعينه، كل واحد وش عطاه ربي، كل واحد يوصله ربي، وربي يوفق الجميع وربي يهديهم كذلك. الموضوع اللي يخص يقول لي شخص أنه فيه طاقات، يعني يوجد أربع طاقات للإنسان: الطاقة المائية، وشخص ناري، وشخص مائي، وشخص أيضا نسيت حتى وش، شخص ترابي ولا لا أعلم. أخي العزيز، هذا الكلام أنا قلت أنه ضعيف وما قنعنيش، لست مقتنع به. الإنسان كلما تقوى تصبح له طاقات: ناري، مائي، هوائي، ترابي، نوري. لا أذكر باقي الأنواع. يعني يوجد أنواع كثيرة وأشياء كثيرة، ليس فقط المائي وليس فقط النار وليس فقط الهوائي والترابي.